جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في الدنيا، يعلمك الانتماء، يعلمك الوفاء، يعلمك الاخلاص، يعلمك الحب. جمهور مش هتقابل زيه في تاريخ حياتك كلها. أنا اسمي يوسف عبد النبي غنام، مقيم في مدينة السادات وأساسا من شمال سيناء، قرية اسمها أبو سهل. بحب الرياضة وبحب الكورة. ففي سنة 80 حصلت ظروف عندنا كده، العيلة بتاعتنا حصل لها ظروف، مشينا رحنا بلد تانية. جيت مدرستي جنب الساحة الشعبية، فكنت بلعب طايرة وبقف جون، بس ما فيش أي ميول لأي حد وأنا لسه صغير يعني. فجأة في يوم كده في عيد تحرير شمال سيناء بصيت لقيت فرقتين بيلعبوا كوره جوه الساحه الشعبيه، فسالت مين الفريق ده؟ قالوا ده الزمالك. اكتر حاجه والله بما يرضي الله شدتني وانا صغير، يعني انا كان عمري بالظبط 8 9 سنين، تيشيرت الزمالك. فاخدت قرار من جوايا ان انا هتابع الفريق ده. طب مين الفريق ده اللي بيلعب معاك؟ قالوا ده الاشغال الصومالي. وكان الاشغال الصومالي بيلعب في القاهره مع الاهلي واتهزم 1-0 في بطوله افريقيا، جاب الجون علاء ميهوب. بعد كده انا تابعت الاحداث يعني، بدات انا متعلق قوي بالزمالك على الراديو بس، لحد ما بدأ الإرسال يجي يخش سينا تاني بعد الاحتلال وكده. بدأت أتابع الزمالك على التلفزيون. كبرت شوية بدأت أحوش أروح أجيب جريدة الزمالك من العريش نفسي، يعني ساعات ما يبقاش معايا المواصلات إني أمشي من أبو سهل للعريش، أمشيها مشي على رجلي واروح اجيب جريده الزمالك. وتابعت بقى الجيل الحلو، كان خلاص بقى جيل كابتن احمد حلمي، كابتن محمد عبد الحليم، وكابتن الخواجه، والكابتن حسن شحاته. بتابع الجيل ده وخلاص. هو الجيل ده يا دوبك يعني بيدي الرايه لاشرف قاسم، والكابتن اشرف قاسم، والكابتن ايمن منصور، هشام يكن، كل الجيل الحلو ده اكتر جيل انا ارتبطت بيه صراحه يعني. وانزل بقى اجيب جريده الزمالك، كانت بتنزل كل 2، انزل اجيبها وما يفوتنيش العدد. ما كانش بقى في سوشيال ميديا وكده. وبدا مشواري كده مع الزمالك. كان يعني طموحي ونفسي اروح الاستاد، بس فكبرت فدخلت الجيش. فكنت وانا في الجيش بطلع مع واحد زميلي، هو كان اهلاوي، بنروح الاستاد احضر ماتشات اهلي وزمالك بس، وهو يروح مدرج الاهلي وانا اروح مدرج الزمالك، لحد ما ظروف الحياه والدنيا اتغيرت. الاقامه بتاعتي انا واسرتي بقت في مدينه السادات، فبدات بقى اتابع الزمالك، استاد المقاولين، كل الحربيه، الدفاع الجوي، فين ما يكون في ماتش للزمالك اروح احضره، خاصه استاد القاهره الدولي. لحد ما اتعرفت بعم فايز عبد اللطيف في واحد عمر في 2014. كان انا سمعت بقى ان الزمالك جاب اتوبيس، فقلت انا مستحيل اتوبيس الزمالك هيعدي قدام مدينه السادات رايح جاي وانا مش هقابله، لا انا لازم اقابل اتوبيس الزمالك. فبدات انتظرهم بعد ماتش مثلا في برج العرب او في اسكندريه، سواء بيلعبوا مع الاتحاد، مع سموحه، مع المصري. بستنى، انا عارف اليوم ده ببقى مرتب اموري. بدات اخد عصير شوكولاته، وفي مره اعمل لهم كوكتيل مثلا متلجه، واقابلهم في واحد عمر. مرتين نزلوا واحد عمر، بعد كده كان بيكملوا على طول، انا بكمل معاهم وافضل معاهم لحد ما اوصل الكارته بتاعت اسكندريه. معايا شماريخ، اضرب لهم شماريخ عشان احفزهم على الفوز واديهم دفعه واديهم روح، لان انا من النوع اللي حتى في الملعب انا ليا روح معينه يعني. بس لحد ما بعد كده استاذنت عم فايز ان انا اقابلكم قدام مدينه السادات. عم فايز عبد اللطيف من المنصوره، هو سواق اتوبيس الزمالك. فبدأ يستأذن كارترون، جروس، فيرا، ميتشو، كابتن خالد جلال، كل المديرين الفنيين دول انا عشت معاهم، كابتن امين عبد العزيز، كابتن احمد مجدي، كل المدربين انا عشت معاهم. فبدأت اقابلهم قدام مدينة السادات، اديهم العصير او الشوكولاتة او كده، واضرب لهم صاروخ او 2 قبل ما امشي معاهم لحد الكارتة، واسلم عليهم واتصور معاهم وانزل. وكانت دي لحظة بالنسبة لي، بس تبقى النتيجة مثلا ايه مرضية. ما ينفعش انا اطلع في نتيجة مثلا تعادل، نتيجة فيها خسارة، لا انا بطلع في نتيجة فيها فوز. الدافع ان انا بحب الزمالك. يعني انا هقول لك على حاجة انت ممكن تبقى مش مصدقني، بس دي الحقيقة. يعني انا اول مرة السنة دي احضر ماتشات في كاس العالم، لكن مش ممكن يفوتني ماتش للزمالك. انا بالنسبه لي الزمالك ده يعني اهم حاجه بالنسبه لي، حاجه حاسس ان هو بيتي، حاسس ان انا واحد من ابنائه، حاسس ان هو حد يخصني، حاسس ان النصر او الفوز بتاع الزمالك بيفوز بيظبط مودي، ببقى انا فرحان مبسوط، هو سبب فرحتي وسعادتي، فانا مرتبط بيه. فموضوع البونبوني انا باخد معايا بونبوني لما اروح الاستاد على طول، بحب اوزع لكل اللي حواليا يعني. فانا حطيت النيه المره دي ان ازود شويه يعني. بعد ماتش بيراميدز والزمالك كان شيكو بنزا ادى باصه في الدقيقه تقريبا 84 86 لاخوان بزيره وسجل هدف. فانا حطيت النيه انزل بالبونبوني ده اوزعه على الجمهور، لان حقيقي والله الزمالك يعني الفضل لربنا سبحانه وتعالى، ثم جمهور الزمالك. جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في الدنيا، يعلمك الانتماء، يعلمك الوفاء، يعلمك الاخلاص، يعلمك الحب،
جمهور مش هتقابل زيه في تاريخ حياتك كلها. كل انديه العالم هات لي احسن نادي في العالم، ريال مدريد، برشلونه، باير، لا جمهور الزمالك ما فيش جمهور زيه في العالم. فانا اعتبر زي واحد كان هاوي جت معاه كده فبقى محترف. انا دلوقتي مشهور قوي، الاستاد كله عارفني ان انا يوسف بتاع البونبوني، يوسف بتاع الشوكولاته، اللعيبه عارفاني، الجهاز الفني عارفني، غرف الملابس عارفاني، كل الناس عارفاني. ما كانش هدف، انا مش بدور على شهره او مجد او تاريخ، لا انا حبي للنادي هو الدافع اللي خلاني اطلع اقابل الاتوبيس، اقابلهم بهدايا حلوه، اقابلهم بشوكولاته، بعصير، حاجات قيمه، اقابلهم بشماريخ. فليه ليه جماهير الزمالك كلها مثلا ما تحدوش نفس الحدو اللي انا بحديه؟ ليه جمهور الزمالك كله مثلا معلش يعني الاتوبيس بيمشي من الكارته لحد اسكندريه رايح جاي، ليه مش كل واحد بيحب الزمالك يعمل نفس الموضوع اللي انا بعمله ده؟ فالزمالك يستاهل مننا كل حب، والزمالك يستاهل مننا كل خير. واكتر حاجه انا بروح الاستاد عشانها بجد والله اللعيبه وتمام، وبحب اشوف المباراه، بس بصراحه ارفع مليون قبعه لجمهور الزمالك. لا انا لازم احضر الماتش، لان هم على ما يرجعوا من اسكندريه انا بحضر الماتش وظابط نفسي، محضر كل حاجه ومتلجه ومظبطها. النتيجه ايجابيه بطلع عشان الناس ما تزعلش مني برضه، انا مش هطلع لهم في نتيجه مش ايجابيه. بين بيتي والصحراوي تقريبا يعني 3 كيلو، كلام حاجه بسيطه، بس عشان هم يجوا مثلا من برج العرب لعندي بعد ما يخشوا غرف الملابس ويغيروا وكده، ببقى مرتب لهم الوقت انا يعني تقريبا بياخدوا ساعتين، فاكون انا جهزت نفسي ومجهز كل اموري، معايا كل حاجتي واطلع اقابلهم. بس انا اللي يهمني في الموضوع كله ان انا احسس الاتوبيس والناس اللي في الاتوبيس، سواء جهاز طبي او غرف ملابس او اداريين او لعيبه او جهاز فني، ان هم ليهم حد في الطريق الصحراوي، ليهم حد اديهم دفعه، اديهم حماس، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويوفق. في بقى اللي يقول لي شكرا يا عرايشي، تسلم يا سيناوي، ما نحرمش يا كابتن يوسف، عم فايز عبد اللطيف كله ذوق ومقابلته حلوه. هم الناس مش محتاجين حاجه يعني، الناس ما شاء الله يعني، بس هو برضه هم معجبين بان في واحد كل ماتش يطلع يقابلهم، حسسنا ان هي حاجه كويسه، حاجه كبيره. في مره في موقف ظريف خالص يعني، كنا واخدين كاس مصر وعملت كوكتيل، فزنا على سموحه بجون حازم امام على ما اعتقد 1-0 يعني، كان في الدقائق الاخيره يعني. فطلعت وقابلتهم، مشيت معاهم من السادات لحد النادي، من السادات لحد النادي انا ضربت 10 صواريخ اللي هو ب8 طلقات ده. فكان باتشيكو قاعد جنب عم فايز، فبيقول له انا ما شفتش واحد مجنون زمالك كده. فهي بتبقى روح. انا عندي بطبيعتي جوه الملعب، وزمايلي يعني لعبوا معايا في الخماسي، انا بطبيعتي في عندي روح تمام. فبيعجبني قوي جمهور الزمالك في الملعب، روح بيحرك الصخر. فكفايه ان مدرب يقول الراجل ده مجنون زمالك. انت ما تروح جنب النادي بالليل الساعه 2 او الساعه 3 وتلف حوالين النادي تضرب شماريخ، لو تقدر تعمل اكتر من كده هتعمل. الزمالك لما بيفوز ببطوله السعاده بتبقى غير عاديه. عندي انا كزملكاوي، واكيد عند كل الزملكاويه. حضرت للزمالك 2016 وده كان زعلني يعني، لما الزمالك ما قدرش يكسب سان داونز، مع انه كان يعني لو جاب الثاني كنا ممكن نعوض. لكن اكتر لحظه ممتعه بالنسبه لي لما الزمالك خد الكونفدراليه، كنت حضرت الماتش في برج العرب، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، جمهور يعني يتعدى ال 120,000. فقررت ان انا ارجع من برج العرب، اخش مدينه السادات واخد الحاجه اللي انا بجهزها للعيبه واقابلهم على الصحراء. فهي كانت خد مني مجهود، بس انا حسيت ان الموقف ده حلو. موقف زي مثلا ان انا حضرت فرح ناصر منسي في البلد عنده، واتصورت مع ناصر منسي، واتصورت مع الكابتن محمد شحاته، واتصورت مع الكابتن الكبير قوي قوي الخلوق كابتن عبد الشافي. فبحس نفسي ان انا واحد من الكيان ده. فلما الزمالك ياخد بطوله، تحضر الزمالك وهو بيتوج بالدوري مثلا، والطياره تنزل وانت تحضر التتويج هناك، قمه السعاده وقمه الفرحه. والله نفسي في حاجات كتير، نفسي الجمهور بيبقى على اعصابه، بينتظر الموسم بفارغ الصبر عشان يتابع ناديه. فنفسي ان الزمالك يطلع من ازماته الماديه، تحس انه معاه سيوله، قادر يجيب لعيبه على مستوى. محتاج فريق ينافس في بطوله افريقيا وياخد افريقيا ويروح كاس العالم للانديه ويقارع الكبار، ما هوش اقل من اي نادي في العالم. هو انا نشرت الحب ده بصراحه يعني. مثلا عندي ولاد اختي محمد تامر وعبد الله تامر وعمر حبايبي، دول زملكاويه بفضل ربنا، ثم الود يعني، هم صغيرين بالتيشيرتات وبالحب. ولاد اخويا موسى برضو، حمودي واسماعيل ويوسف وابراهيم برضو زملكاويه. ولادي انا طبعا زملكاويه. عندي ابن جاري اسمه ابو بلال محمد برضو تيشيرتات. كذا حد بحسه صغير وحابب الزمالك انا ما بسيبوش. بنعمل ساعات لو في بطوله خدناها
بنعمل في المسطح في السادات بنعمل جوائز، بنجمع الاشبال الصغيرين ونعمل حفله ونكرمهم. فده بيحبب ويحفز كل الشباب الصغير في الزمالك. احنا لو خدنا بطوله بناخد بعض، انا ومجموعه من السادات، محمد عطيه، احمد مبارك، حسن ابو علي، اسامه عبد الجليل، استاذ خالد العباسي، الدكتوره شيماء القبراوي، بنلم بعضينا كلنا 20 عربيه 40 عربيه، بنلف السادات كلها باعلام بشماريخ، وبنقف في حته معينه بنشغل اغاني. ممكن بعد اسبوع بنقرر ان احنا نعمل في المسطح حفله بنجمع كل العيال الصغيرين، بنعمل جوائز، وبيبقى الجو حلو، وبنشغل بصب اغاني كويسه للزمالك، وبيبقى جو حلو لطيف. يعني بحس ان انا فرحان ان الموضوع ايه. ممكن ساعات يبقى حد مثلا ما فرحش او ما عندوش فرح، او الفرح اتاخرت شويه، يبقى الماتش ده او البطوله دي او اللي هو بيعمله ده، يعني ما تخيلش انت وانت طالع زفه عشان الزمالك، متخيل دي طالع بزفه فيها 30 40 عربيه عشان الزمالك خد بطوله، بتحسها قد الدنيا. فين؟ في مدينه السادات. وكمان الشعبيه بتزيد، والناس بتبقى معاك، بتتواصل بيك. انا حاسه ان هي خطوه ممتازه. يعني رسالتي اليوم اللعيبه تيجي تكلم حد فيهم مثلا يعني وتقول له اشتغل على نفسك. ساعات اللي بره الملعب شايف اللي جوه الملعب فهو يزعل منك، فانا بقول له فرصه، الاعداد اللي جاي ده اشتغل على نفسك عشان تبقى انت في حته تانية خالص. انت ليك المثل، ومثل لاي لاعب في مصر، الكابتن مهدي سليمان. مين كان يسمع عن الكابتن مهدي سليمان؟ لعيب. لكن لما جه الزمالك ربنا كرمه وراح كاس العالم، ما شاركش بس الدنيا كلها بقت عارفه مهدي سليمان. فدي رساله حلوه قوي قوي لكل لاعب يتمنى ان هو يرتدي تيشيرت الزمالك. انا عايز الكل يشتغل على نفسه. انت ما تشتغل على نفسك بتشتغل لنفسك، واحنا كجمهور بنبذل مجهود فوق طاقتنا. يعني انا شفت منظر وانا طالع من بعد الكونفدراليه، شفت شباب والجمهور الدرجه الثالثه طالع بترحال وطالع بحاجات طبل والحاجات اللي معاه واليوفط، حاجه تقطع القلب. الناس زعلانه، فعايزك تشتغل على نفسك. انا عذرك في الكونفدراليه راحت منك، اوكي، بس انت ما قصرتش ومحدش قصر، محدش هنقول فلان السبب او فلان السبب. كان في نقطه صغيره كده، مفيش ضغط، اللياقه ضعيفه، ضغط مباريات، ضغط قله لياقه. فشوف انت الوضع في كاس العالم، انت بتقعد تتفرج وتشوف الفرق او المنتخبات دي اللياقه البدنيه. فانت اشتغل على نفسك الفتره ال 40 يوم او ال 50 يوم او ال 30 يوم اللي فيهم الاعداد دول، اشتغل على نفسك بدني عشان تقدر ان انت يعني توصل. لان الزمالك ده والله سبب فرحه كل الزملكاويه. فاحنا محتاجين ان احنا نبقى دايما في منصات التتويج، بناخد دوري على طول، ما يغيبش الدوري عنا 5 6 سنين، نبقى دايما زي ما بنحصد كاس مصر نحصد افريقيا ونطلع كاس العالم للانديه، وربنا المستعان. مني يعني عشرت جيل كابتن اشرف قاسم، فبقول له 1000 مليون سلام عليك. كابتن طارق يحيى بقول له ألف مليون سلام عليك. طارق يحيى الخلوق. بقول للكابتن جمال عبد الحميد 1000 سلام عليك. كابتن ايمن منصور 1000 مليون سلام عليك. بقول لاي حد يعني شارك مع الزمالك، من حماده امام، طه بصر رحمه الله عليه، كل حد، عصام بهيج، كل حد شارك، اي حد بذل نقطه عرق في النادي في اي لعبه وفي كره القدم، بقول له يعني كتر ألف مليون خيرك. وليا رسالة خاصة وحط تحتيها مليون خط، بقول للكابتن شيكابالا أنا بحبك وبحبك قوي، إن قعدت معاك وعارف أنت شخصية فوق الوصف. الزمالك هيبقى محتاجك وهيحتاجك دايما، خليك جنب الزمالك. بقول لكل النجوم يعني انا نفسي يبقى في روح زي روح ميدو كده، زي اخلاق حازم امام. لازم ابناء النادي تحس ان هم بيخدموا النادي. بقول للكابتن عبد الناصر محمد ربنا يبارك في صحتك وعافيتك والف مليون مبروك الدوري. بقول للكابتن جون ادوار ربنا يبارك في عمرك وبالتوفيق من نجاح لنجاح لنجاح. بقول للكابتن، لكل الكباتن اللي موجودين في الجهاز الفني دلوقتي اللي هيجي، الكابتن معتمد جمال لو هيقعد تمام، لو هيمشي ربنا يبارك فيه. كلكم نعمل مقابله، نعمل الذوق والاخلاق والادب. وانا ليا امنيه صغيره قوي قوي، بس ماليش امنيه غير دي. يعني انا ورا الزمالك ومش هسيبه، لا هسيب الاتوبيس ولا هسيب اللعيبه، مش هسيب الزمالك. الدنيا كلها لو وقفت ضدي، انا الزمالك ده بالنسبه لي كيان.